فنجرب ونشوف أكلات الكردية ونعطيكم رأينا. طبعا هي أنبئنا ماشي، شو أقول لكم شاهدشي. أول شي لازم ندهن الحنجرة بإيش؟ بهاي الضلعة اللي تخبل، لأن ضلوعه يا الدولمة تموت. بسم الله. والضلوع تخبل. طبعا الأكراد معروفين بأكلهم ونظافتهم ونفسهم على الأكل. ليش؟ لأن أني تربيت عند الأكراد، أنا جيت على الدنيا بنص الأكراد. الله، دولمة بطعمة اللبن يا شباب. اليوم تفاح ماكل، جبنا لكم بصل أخضر. طبعا هذا بهالشهر، هالشهر شهر ونص، يمكن سويت 3 مقاطع دولمة، واحدة مال ورق العنب، واحدة مال الدولمة العراقية الموصلية، وهاي دولمة الأكراد. فأنا أحب أجرب كل الدولمة. شوف شلون يكون اللفافان مالتها. الله أكبر. طبعا طعمتها شلون أقول لكم، تنطر الأثم دسامة، تنطر الأثم. يعني شلون أقول لك، من تاكل لك دولمة وحدة تملي الأثم بالدهونات واللبن والطعمة البيها بداخله والبهارات واللحم المفروم وفوق الضلوع. بس أنا البصل حيل عجبني. ترى الدولمة شلون ما تسويها تطلع تخبل، بس شنو لازم واحد يتعب عليها شوية. إذا ما واحد يتعب عليها، الله. شوف داخله شلون. طبعا تعرفون متابعيني من غير دول عربية، كردستان، العراق، أربيل، اللي شلون أقول لكم، كل العراق أشهر كباب هو كباب الأربيل. كل منطقة لها أكلتها، الموصل باتشاتها، دولماتها، زاخو بها أكلات طيبة، دهوك بها أكلات طيبة. يعني بكل دولة وكل ولها مناطق معينة للأكل. يعني مثلا تريد تاكل لك باتشا، يقول لك
روح عند ابو حسين بفلان منطقة، تاكل لك كباب يقول لك روح على فلان منطقة بفلان محافظة. يا شلون صاير هذا. سبحان الله، إذا ماكو ضوء بالدولمة ما تحس بالطعم. صراحة هواي الأكلات بس ما تكتبوا ليها بالتعليق. أنا والله ما أعرف. أكثر المتابعين على التيك توك وعلى الفيسبوك يكتبوا لي سوي أكلات كردية. زين إذا ما تكتبوا لي الأكلات أنا شلون أسوي؟ أطلع بالعلي اليوتيوب أكلات كردية تطلع لي شغلات ما أعرف شلونها. أريدكم أنتم تعرفون أكلة طيبة مع مرور الزمن أسويها. إذا أنتم ما تقولوا لي ما تساعدوني من يساعدني؟ طيب حسب الطعم والحكم قبل ما تبرد. يعني أنا بصراحة أي أكلة تبرد ما أحس لها ولا طعم. حتى لا تقول أخوي ما يداريني والله. خلص هاي وهاك بصلة والله تستاهل هذا الضلع. حكمة دائما الجدرية مليانة أكل ما يقبل ياكل له من صحن العالم. شو تسوي له؟ فجلة ما نطيح. هاك بصل يلا خذ لك الفجلة. شو بلش. حكمة الراد نقول دائما لازم نطلع معانا مقطعين. ولكن حكمة جاي هسه يربي الأرانب مالته دجاج عنده قاص ملتهي بيهم. عنده تقريبا لو 30 لو 35 أرنبة ما شاء الله. كل 10 أيام تجيب هاي. والله